أم النور اختارتك انت بالاسم وبعتتلك الفيديو ده علشان تطمنك وتقولك رسالة تريح قلبك وتفرحك. سيب كل اللي في ايدك ثواني وافتح قلبك للكلمتين دول. اسمع أمنا الحنينة العذراء بتقولك ايه. مهما كان حجم التعب اللي حاسس بيه، ومهما كان الحزن مالي قلبك ومسيطر على روحك، ومهما حسيت ان الظروف بتعندك وكل حاجة ماشية عكس اللي بتتمناه، خليك واثق ان هيجي يوم ترتاح فيه بجد، يوم العوض الجميل اللي هينسيك كل مرارة عشتها. ربنا هيجبر بخاطرك وهيفرح قلبك فرحة تتعجب ليها، ويعوضك عن كل لحظة صبرت فيها بألف خير. الفرح اللي جاي مش بس هيمسح وجع الأيام اللي فاتت، ده هيخليك تبكي من كتر الشكر. العوض المرة دي هيجي معاه بركة تحل على كل تفاصيل حياتك، بركة في صحتك، في رزقك، وفي راحة بالك. فجأة هتلاقي الأبواب بتتفتح برضا والخير بيزيد، وأيامك بتنور بفرحة ما كنتش تتخيل إنها ممكنة، لأن عطاء ربنا لما بينزل بيدهش العقول. كل تعب شلته في قلبك كان بيوسع السكة لبركة كبيرة جاية في الطريق. ربنا هيبارك في أيامك الجاية، والبركة تحل على حياتك، تخلي القليل كتير وتخلي الصعب سهل. أبشر، لأن حصاد صبرك هيكون خير ورضا وراحة بال تدوم. تعويضك جاي في الوقت الصح المترتب من السماء. يمكن تكون حاسس إن الانتظار طال، بس اطمن وصدق إنها هانت. المسيح مش سايبك، ده بيهتم بكل تفاصيلك وبأدق أمور حياتك اللي محدش غيره يعرفها أو حاسس بيها. هو مجهز لك فرح وحياة ونجاح يفوق كل توقعاتك. خليك واثق إن خطته وتدابيره لرحلة حياتك عجيبة ومفرحة جدا، وتستحق فعلا إنك تستناها بصبر ورجاء. إلهك أمين، هيبارك في كل خطوة ويعوض تعبك وصبرك، حتى لو انت في اللحظة دي مش شايف أي ثمر بعينيك. البذرة اللي بتزرعها بتعب دلوقتي بتكبر في الخفاء وهتطرح فرح. ودايما خلي الآية الجميلة دي قدام عينيك هتسندك. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. لو الكلمات دي طمنت قلبك، شاركنا بأمين في التعليقات، وابعت الفيديو ده شير لحد بتحبه ونفسك ربنا يفرح قلبه، وقوله اطمن، العوض على الأبواب.